هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي في الله. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال، اللهم أمين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا جميعا بصحة وسعادة وراحة بال. كل سنة وانتم طيبين. نعمل بقى وصفات رمضان. النهاردة هعمل معاكم ان شاء الله القطايف بطريقة حلوة جدا يا بنات، وسهلة وبسيطة جدا جدا، حتى المكونات بتاعتها موجودة في البيت. يعني انت هتشوفوا الفيديو بتاعي تقومي تحضريها على طول، وممكن تحضريها معايا واحنا بنشوف الفيديو مع بعض. تعالوا نقول بسم الله ونشوف المكونات بتاعتنا. بصوا يا بنات، انا النهارده هعمل 4 كوبايات من الدقيق، ضفت معاهم معلقتين صغيرين من الخميره، معلقتين صغيرين من السكر، ورشه ملح. بس كده، هي دي مكوناتنا النهارده. احنا ضفنا السكر علشان تفاعل الخميره، ممكن تستغنى عنه لو انت مش حابه تضيفيه، ولكن بقى عشان يسرع عمليه تفاعل الخميره فلازم نضيف معلقتين صغيرين من السكر. ومعايا هنا 3 كوبايات من الميه. هبدا كده اضيف الاول الميه، يعني هضيف شويه كتير من الميه لحد ما بس العجينه كده ايه تخف معايا مع المضرب. وشايفين بنعجنها بالمضرب اليدوي العادي، ولا محتاجين خلاط ولا محتاجين اي حاجه. هنعمل النهارده احلى بجد قطايف هتعمليها مقرمشه، بتفضل معاكي لتاني يوم بنفس القرمشه وطعمها حلو جدا. الطريقه دي سهله وبسيطه ومكوناتها موجوده في البيت، من غير دقيق سميد ومن غير زبادي ومن غير لبن بودر، عشان الناس اللي بتقول مش متاحه عند الحاجات دي كلها. الطريقه دي سهله جدا جدا ومتوفر كل اللي عندك في البيت، ميه وخميره ودقيق بس كده. انا هنا ببدا يا بنات بعد ما عجنت الاول العجينه بتاعتي بشويه كده، ضربتها بالمضرب الاول لحد الكتل بتاعتها ما تفكها. هبدا انزل الميه شويه شويه. خلي بالك هنا في المرحله دي، علشان هنا الدقيق بيختلف من نوع لنوع، في نوع بياخد سوائل، في نوع لا. فخلي بالك عشان ما ترجعيش تلاقي العجينه سالت منك وتزودي دقيق. اتمنى الفيديو بتاعنا النهارده ينال اعجابكم. ولو عجبك الفيديو فضلا وليس امرا ما تنسيش تدعمونا باللايك يا بنات، فضلا وليس امرا ادعميني باللايك. ولو انت لسه جديده وبتشوفي قناتي لاول مره، اهلا وسهلا بيكي، طبعا تشرفيني وتنوريني وتسعديني باشتراكك في القناه. اضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو، اضغط اشتراك وفعلي كلمه الكل عشان يوصلك منا كل جديد بنقدمه. واهلا وسهلا بالجميع. انا هنا بعد ما ضربتها يا بنات علشان اتاكد كويس ان هي مفيش فيها تكتلات، لان انا عاملاها بالمضرب اليدوي، فهصفيها بمصفى كده او بشاشه عندك، هتصفيها كويس عشان الكتل دي تخرجي منها اي كتل موجوده. طبعا انت ممكن تديها ضربه في الخلاط لو تحبي. وانا عامله 4 كوبايات من الدقيق، ممكن تقسمي المكونات على جزئين. يعني على تاخدي نص المكونات بس، تاخدي كوبايتين من الدقيق معاهم معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من الخميره، ورشه من الملح، وهتعجني بالميه. الميه دي طبعا حسب العجينه ما هتاخد معاكي. شفتي معايا سمك العجينه بيكون عامل ازاي؟ هنسيبها كده حوالي ساعه، ساعة بس ترتاح معانا العجينة كده، وبعد كده نرجع نشكلها مع بعض. شايفين دي شكل العجينة بعد ما بتكون سيبناها ارتاحت كده واتخمرت معايا شوية؟ ده بيكون السمك بتاعها. طبعا هتبدأي تاخديها في اي حاجة تكون سهلة عندك في التشكيل. فانا كده خدت مع عندك كوب المعياري ده، ليه بوس كده فسهل جدا. ممكن كمان هتشوفوا معايا الوقت انا بعد كده لو حابه انك تعمليه بقى تتحكمي في المقاس بتاعها، هتاخديها كمان باصغر كوب معياري عندك من الاكواب المعياريه. هنا طبعا يا بنات بتخبزيها على طاسه بتكون جريل، بتكون سخنه. بتسخني الطاسه الاول، بعد كده بتهدي النار وبتبداي تخبزي لحد ما تستوي معاكي كده. شايفين انا عطيها لون احمر خفيف جدا جدا، علشان تديني اللون الاصفر الحلو. انا مش عايزاها تكون غامقه معايا لما اجي احمرها في الزيت، فخليتها دي تاخد لون اصفر خفيف جدا، ممكن ما يكونش باين في الكاميرا، بس هي واخده لون اصفر خفيف كده من تحت. شايفين هو ده اللون. وطبعا بيكون معاكي فوطه كده فردها على الصينيه، وفوطه تانية نظيفه بتغطي بيها القطايف بتاعتك عشان ما تبردش. وبعد كده لما بتبرد اللي انت عملتيه بتبداي تحطيه كده على بعضه عشان يكون طري، وتبداي ترصي بقى اللي انت بتخبزيه الجديد معاكي. شايفين انا جبت الكوب المعيار الصغير وبدات اعمل بيه وحدات كده صغيرين. شايفين الكميه ما شاء الله. ولسه كمان يا بنات ما خلصتش، ما شاء الله 4 كوبايات عملوا لي كميه حلوه جدا. هحمر منها النهارده وعندي كمان منها مره كمان ان شاء الله في الفريزر. ده شايفين طريه جدا جدا جدا، واخده لون كده اصفر فاتح من تحت. انا اللي حابه اللون ده، حابه تديها لون اغمق من ده براحتك خالص، ممكن تسيبيها او تعلي عليها النار تاخد معاكي لون اغمق من ده. شايفين يا بنات بجد طعمها حلو كتير، احلى كتير من الجاهزه بجد. يعني اللي ما بيعملهاش في البيت يجربها بالطريقه دي، سهله جدا وبسيطه ومكوناتها سهله جدا جدا وموفره كمان. ميه ودقيق وخميره، اكيد كلنا عندنا دقيق وعندنا ميه وعندنا خميره في البيت. الحشو بقى براحتك خالص. انا عندي بالنسبه لي ولادي بيحبوا حشو الجبنه، فانا هعملها لهم النهارده بالجبنه. الجبنه العاديه يا بنات اللي هي بتكون عند الاتراك، العلب الحمراء دي اللي هي بتكون عامله زي، او جبنه قريش. لو عندك جبنه قريش ملح خفيف، هرسها كده بالشوكه واحشي بقى القطايف بها.
انا عندي ابن اولادي بيحبوها جدا جدا بالجبنه والحشو ده بطلبهم بصراحه. وحشيت كمان شويه بعين الجمل، طبعا كسرته كده قطع صغيره، وهنبدا نحشي القطايف بتاعتنا. وعلى فكره طريه جدا وبتتقفل معاكي بكل سهوله. فبصراحه لا، بدل ما تشتريها اعمليها في البيت، انضف واحلى كتير جدا، وكميه صغيره هترمي معاكي كميه كبيره ما شاء الله. انا طبعا ما اعرفش القطايف بكام الوقت في اللي بيشتري القطايف، لان انا عندي مش متوفر القطايف، فبضطر كل مره ان انا اعملها في البيت. فما بشتريهاش خالص، بعملها دايما في البيت، بعملها بكذا طريقه، فيها طرق كتير، شاركت معاكم اكتر من طريقه قبل كده باللبن البودر، وعملت قبل كده بالسميد، وعملت كمان بالزبادي. بس بصراحه الطريقه دي ادتني قرمشه حلوه جدا، وطعمها كان حلو جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده بنبدا نحشيها ونقفلها كويس جدا. وبخلي بالك لازم تكوني مغطيه القطايف بتاعتك علشان ما تنشفش معاكي، يعني مش خلاص ده وقت الحشو تكشفيها وخلاص بقى هتبداي تحشي. لا، خدي واحده كده وغطي الكميه التانية لحد ما تكملي الحشو بتاعك علشان تفضل معاكي طريه. واتمنى انكم تجربوا الوصفه ان شاء الله وتنال اعجابكم. بس ما تنسوش يا بنات فضلا تدعموني باللايك بتاعي. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هنا يا بنات عندي زي طاسه فيها زيت غسير ويكون سخن. هنبدأ بقى نحمر كده القطايف بتاعتنا زي ما انتم شايفين. انا حمرت اول حطه في الزيت، ودي تاني مره. وبتقلبيها يا بنات، اهم حاجه انك تقلبيها، ما تسيبهاش مره واحده في الزيت تاخد اللون من جنب واحد وبعد كده تقلبي. لا، خليها كده تتشمع من الجنب ده وقلبيها على طول، ايدك فيها في التقليب هتطلع معاكي مقرمشه وطعمها حلو جدا. طبعا دي خلاص بعد ما انا حطيتها في الشربات، بحطها في الشربات. طبعا التقيل بتاعها بيكون شربات تقيل بارد، وبنشيلها كده من المصفى، نصفيها الاول من الزيت، وبعد كده كويس نتاكد ان مفيش فيها زيت لما انت مطلعاها كده. وبعد كده تدخليها على طول على الشربات بارد، وبيكون والقطايف بتاعتك سخنه. وطبعا احنا عاملين الشربات قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، ومحضرينه عندنا جاهز في التلاجة. ودي شكل القطايف بتاعتنا بعد ما جهزت بجد، بدقيق وميه وخميره عملنا احلى قطايف في البيت. واتمنى ان هي ان شاء الله تنال اعجابكم، واشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير فيديو جديد، واقول لكم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى